بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شلونكم متابعين؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا وصفة مشهورة وشعبية عندنا بالعراق مشهورة، اللي هي الباقلة بالدهن. معظم الناس يعملوها من الباقلة المجففة، اليوم احنا راح نعملها من الباقلة الفريش التازة. طبعا أطيب بالطعم تكون. ناخذ الباقلة نغسلها ونسلقها. طبعا أنا سلقتوها بدست الضغط البخار. من يبدي يصفر الدست ثلث ساعة تستوي عندنا الباقلة. نضيف لها الملح فقط وتستوي عندنا. طبعا نحتاج بهاي الوصفة إلى خبز والبيض والدهن والباقلة. ناخذ الباقلة من بعد ما سلقناها، ناخذ المي مالها نشرب بينه الخبز. طبعا الخبز نقطعه على قطع صغيرة ونشربه، كل من حسب رغبته، يعني إذا يشربه كثير أو قليل. بس يعني إذا يفشفش الخبز ما طيب، فيعني خلوه يتشرب شيء طبيعي، يعني ما كثير. ونضيف الباقلة من بعده. يكون كان حضرنا البيض، نقلي البيض ونضيفه مع هاي الوصفة. ينعصر عليها طرنج، اللي النارنج يسمونه أو الطرنج، ونضيف إليه البصل المقلي. هسه عندنا هوني معلقة دهن نقليها ونضيفها على الباقلة. كن حضرنا البيض مثل ما قلنا، نقلي البيض، بيض نخفقه ونقليه ونحط عليه ملح وفلفل أسود. نحط عليه الملح والفلفل الأسود ونضيفه على الباقلة. مثل ما تلاحظون هون الطبق تقريبا صار جاهز. زينا له الطرنج، طبعا هذا الطرنج تعصرونه علينا اللي يحب، والبصل المقلي. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تجيكم الإشعارات.